أهلا بيكم في حكاية جديدة من برنامجكم حكاية كل بيت. لو حد مننا حب يعمل رجيم لمدة أسابيع أو شهور بيبقى الموضوع قاسي جدا جدا، لأن الحرمان صعب. لكن تخيلوا إن في أطفال ربنا بيكتب عليهم الحرمان طول عمرهم، ومع الأسف لو كلوا أي أكل ممكن يحصل لهم تأخر ذهني، فلازم ياكلوا بجرامات معينة. أبطال حكايتنا النهاردة هم مرضى البي كيو. تعالوا مع بعض نشوف أبطالنا. بقيت ابيع كل اللي املك عشان اصرف عليه. اصعب موقف ان يشم ريحه اللحمه وهي بتتعمل في البيت وينطقها باسمه، انت مش قادره تديله حته. لدرجه الدكتوره كنت بفكر في مره ان انا اديله اي حاجه، قالت لي انت بتديله سم. ما يشربش ميه من الحنفيه، لو شرب ميه من الحنفيه نجري بيه على المستشفى. في حاجات كتيره بعيده عن الناس قوي. هو مرض حضرتك وراثي بس مش مرتبط بالزواج الاقارب. خايف عليهم من بكره وخايف عليهم من بعده. مريض البي حياته ماشيه بالجرامات، بالوحدات، اسمها بالوحده. طبعا كتير من حضراتكم ما يعرفش يعني ايه مرض البي كيو. تعالوا مع بعض النهارده نعرف تفاصيل المرض ده. مجرد انك تقرا عن مرض البي كيو تتخض، قلبك يتقبض، فما بالكم باسره عندها طفلين مرضى البي كيو. تعالوا النهارده نشوف اسره مبروك محمود. كنت بفكر في مره ان انا اديله اي حاجه، قالت لي انت بتديله سم. مريض البي حياته ماشيه بالجرامات، بالوحدات، اسمها بالوحده. الموضوع متعب علينا فوق ما تتخيل. نفسي ياكل زي اي حد. اصعب موقف ان يشم ريحه اللحمه وهي بتتعمل في البيت وينطقها باسمه، انت مش قادره تديله حته. مبروك محمود عبد الله، والد طفلين، مؤمن مبروك محمود عبد الله ونادي مبروك محمود، مرض بي كيو. البي كيو هو يعني مرض نجيتات وراثيه بتتفاعل، اللي هي ان مفيش اي اكل فيه بروتينات، لا لحمه ولا عيش ولا سمك ولا جبن ولا لبن ولا بيض، اي شيء. يعني هو يعتبر مرض معذب للاب او الام. محدش بيعرف ياكل لقمه ويتهنى بيها قدامهم، ممنوع. مؤمن اكتشفته بعد 3 سنين بعد ولاده نادي. يعني احنا نادي اتولد واتصلوا بيا في الصحه، تعال عشان فيه مرض مثلا ايه نجيتات وراثيه، روح اسال عليه. طب اروح فين؟ قالوا روح السيده زينب. رحت هناك بظروفها، مع حسن الحظ ان انا واخد مؤمن في ايدي. فاول ما شافوا بيقولوا في النادي قلت لهم هو ده. قالت لي لا الدكتوره سيب ده وادينا ده. قلت لهم ازاي؟ قالوا لا هناخد ده، اعمل لي تحاليل كذا. رحت مع المعامل المركزيه عملت لهم بتحليل بي كيو، طلع مؤمن عنده النسبه 7 وطلع نادي عنده بي كيو. في الحاله دي اكتشفت مؤمن بعد 3 سنين ان عنده، فتاخر جامد. الاكتشاف المتاخر لمؤمن عمل له اعاقه ذهنيه وخلاه لحد النهارده 6 سنين ما يعرفش يقول اسمه. مريض البي كيو ممنوع من الاكل مدى الحياه، يعني غير الانسان النباتي، غير الانسان اللي هو بيجي له انيميا الفول، هياكلوا ايه؟ سلطه
خضار، نعمل لهم اي خضار وياكلوه بعيش. بنعمل لهم مثلا خضره على حاجات نعملها لهم طعميه، يعني نحاول امهم تعمل لهم طعميه في البيت. العيش ده بنحاول نعمله لهم بيتزا. مريض البي حياته ماشيه بالجرامات، بالوحدات، اسمها بالوحده. يقول لك النهارده ليه 4 وحدات، النهارده ليه اكل دي ب5 وحدات، تلغي بقى اي اكل تاني. اصعب موقف انك يشم ريحه اللحمه وهي بتتعمل في البيت وينطقها باسمه وانت مش قادره تديله حته. تخيلي الموقف ازاي. في حاجات كتيره بعيده عن الناس قوي، بالذات مرض بي. مرض بي صعب فوق يعني فوق الاحتمالات. مريض البي ده هيعيش مدى الحياه على نفس الاكل الخالي من البروتين، بسبب ان البروتين فيه ماده اسمها اين فينيل. بسبب الاين فينيل ان هو في عندهم جهاز في المعده او في جسمهم ما بيحرقش الاين فينيل. الماده ديت تعتبر لما ما بتتحرقش بتطلع تتراكم على خلايا المخ، بتعمل تخلف عقلي، بتعمل عمى، بتاثر على المشي، يعني بتاثر على حاجات، بتجيب كهرباء زياده. لدرجه الدكتوره كنت بفكر في مره ان انا اديله اي حاجه، قالت لي انت بتديله سم. لما انت تكون بتديله ماشي حته لحمه انت بتديله سم، فما ينفعش، مش هينفع تديله السم ماشي. فالنهارده بيصرفوا لنا كيلو دقيق في الشهر لكل طفل، يكفيه 5 6 ايام. يعمل ايه كيلو دقيق؟ طب باقي الايام ده اجيب منين؟ وطفلين ماشي، فيه رز، فيه مكرونه، فيه حاجات كتيره مش نازله للاطفال. ليه؟ انا بدعي لوزير الصحه اللي نزل تحليل البي ده واكتشفوا، وان احنا بدانا نكتشف الاطفال اللي بيطلعوا معاقين. لولا كده ما كانش حد عرف ابنه، ولا حد عرف المرض، ولا حد عرف يوصل له. نفسي اكل زي اي حد. يعني انا نفسي وامنية حياتي ان هو ياكل زي اي طفل. فهم لو قدروا يشوفوا لنا علاج يحرق الانفينيل زي الانسولين ما الانسان بياخده كده، والعيل ياكل اي حاجه، حتى لو هياكل رمزيات، حتى يعني لو مش هياكل بطبيعته، حتى لو مش هياكل كل الاكل، بس الموضوع مكلف كمصاريف بالنسبه لاكلهم جدا فوق ما تتخيلي. علبه جبنه ما تكفيهوش 3 ايام هو واخوه ب70 جنيه. ساعات بينزل الشارع ويلاقي عيل بياكل في حاجه بيبص له وبيبقى عايز ياخدها منه، ممكن اخلي اخوه يشده ويجيبه بيعيط. خايف عليهم من بكره وخايف عليهم من بعده. انا مش عايز اقول لك، انا بقعد اوصي عيالي، بوصيهم عليهم، اوعى تهموهم، اوعى ترموهم في الشارع. ربنا يعينك يا استاذ مبروك، وربنا يشفي ولادك. طبعا حضراتكم عايزين تعرفوا ايه المرض البي كيو، وانا كمان زيكم هنجاوب على اسئله حضراتكم بعد الفاصل. اهلا بيكم بعد الفاصل، وبرحب بضيوفنا مدام حنان وبطلنا العظيم طارق مدحت مريض البي كيو. مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. عايزه اسال حضرتك امتى اكتشفتي ان طارق مريض بالبي كيو؟ هو في الاول لما تم 6 شهور ابتدى يفقد الحواس بتاعته، البصر والسمع والحركه. فطبعا دي كانت حاجه غريبه بالنسبه لنا، لان احنا معانا 4 اولاد سلام. فابتدينا نجري بان احنا نكشف عليه حاسه
فمن فضل ربنا علينا ان احنا يعني وقعنا في ايد دكتور كويس فاهم الحالات دي عدت عليه كتير. فهو قال لنا لازم تعملوا تروحوا من المركز القومي للبحوث تشوفوا تعملوا امراض التمثيل الغذائي تحاليل معينه يعني خاصه بيهم. ففعلا عملناها، فاكتشفنا ان طارق مريض من امراض التمثيل الغذائي وبمرض معين، هم 4 انواع، هو بنوع واحد منهم. فمن ساعتها عرفنا ان هي اللي سببت الاثر ده عنده. طيب احنا شرحنا بمنظور طبي ايه هو المرض البي كيو، بس انا عايزه اسال حضرتك بتجربتك مع طارق ايه هو المرض البي كيو؟ مرض البي كيو ده يعني اطفال محرومين من كل الاكل، ما ينفعش تديله له اي حاجه الا لما تبقي عارفه النسب اللي فيها ايه بالظبط. مش اي طفل عادي كده تديله اي حاجه هو بياكل وخلاص، لا ده كل حاجه بحساب، كل حاجه لازم نسال عليها هل ممنوعه ولا مسموحه. يعني احنا في بدايه معرفنا مرضه كان على طول لازم متابعه دوريه، لازم نعرف ندخل ايه نخرج ايه، تحاليل اسبوعيه على ما عرفنا نظبط طارق، لان كانت النسب بتاعته عليت جدا وكان متبهدل خالص. فكان لازم نمشي على قوانين، على بصي زي بنادول الساعه كده ماشيين بالدقيقه. فالحمد لله لما مشينا بالنظام اللي الدكاتره قالوا لنا عليه وكده ابتدى ان هو الحواس بتاعته ترجع له، ابتدى ان هو يبقى كويس، وابتدينا نمشي على النظام بتاعه بقى. دول اطفال استحاله ياكلوا اي حاجه من العاديه، ليهم نظام او حميه غذائيه بيمشوا عليها، تحسي ان هم محرومين من كل حاجه. يعني مش طفل عادي، لا ده طفل محروم من كل حاجه. طيب بيقولوا اسال مجرب ولا تسال طبيب. طيب انت يا طارق طبعا مريض بمرض البي كيو، قول لي بقى ايه هو البي كيو؟ المرض البي كيو يعني انت كنت بتحس بايه؟ بصي انا باكل الاكل اللي انت شايفاه ده باكله عادي، لكن الاكل بتاعهم لما باكله بيحصل لي دماغي بتوجعني، بفضل تلاقيني في الحمام برجع. الاكل بتاعهم دوت اللي هو الاكل العادي اللي احنا كلنا بناكله؟ بفضل في الحمام ارجع كتير وكده. بس لما بشرب عصيري وبمشي على الاكل الطبيعي ببقى ما فيش اي حاجه خالص، بتبقى كويس. طيب يعني انت ما بتنزلش الشارع ونفسك بتروح لاكله معينه مع اصحابك بياكلوا؟ انا ساعات بنزل الشارع، وساعات ببقى نفسي في اكله فايه ما بشتريش حاجه غير اما اطلع اقول لماما الاكل ده عجباني، تقول لي ما ينفعش علشان انت لو كلتها من هنا ممكن راسك توجعك، بطنك توجعك، فخلاص اتعودت على اكلي. طيب مدام حنان، فكره ان الطفل يقول لوالدته انا نفسي اكل حاجه والام ما تعرفش تنفذها له، قولي لي اكيد طبعا عاصرتي المشكله ديت، كنت بتعملي ايه مع طارق؟ بصي هي معاناه كل ام دلوقتي عندها طفل بكيو. بيبقى صعب ان انت ابنك وهو لسه بيبتدي يتكلم بيبتدي ياكل يشابي على الحاجات وانت مش عارفه تديها له، وخصوصا ان هو مش فاهم هو ممنوع منها ليه. تخيلي لما يبتدي يتكلم ويقول لك انا ليه مش هاكل كده، ليه مش زي اخواتي. ولما يبقى عندك ولاد سلام وتحطي الاكل على سفره واحده وتلاقي دوت مش عارف ياكل زي اخواته بيبقى صعب جدا، يعني احساس رهيب للام. يعني عندي والد طارق قعد فتره في الاول ما ياكلش، كل ما نحط الاكل وطارق يشابه على حاجه ونمنعها يروح سايب الاكل وقايم. لما يعني بصي يعني جات له حاله نفسيه، فجيت قعدت معاه وقلت له احنا دي معاناه هنعيشها العمر كله، فمش مش هنمنع نفسنا من الاكل، يعني هتروح طب مين يساندني معاه؟ فاحنا لازم نتاقلم ان ده احنا وضع لازم اتحطينا فيه مدى الحياه، فلازم نشوف حل له عشان احنا نعرف نعيش ونعمل نربي اخواته السلام كمان. فده اللي دخلنا في الموال ان احنا لازم احقق لابني، ما سيبوش عمال يا عيني نفسه في ده ونفسه في ده ومش عارفه. ده اللي خلاني ان انا ادور ايه اللي ازاي اوفر له الاكله اللي هو يحبها، لما يقول لي انا عايز حاجه اعمل له البديله بتاعتها. لحد الحمد لله انا دلوقتي طارق ما فيش حاجه ممنوعه، يعني كل اللي نفسه فيه انا بعمل له البديل بتاعه. الى الحاجات الصعبه طبعا اللحوم والاسماك والحاجات دي ما اقدرش. هي ممنوع عليه اللحوم تماما ما فيش حاجه اللحوم خالص. والفراخ والسمك ممنوعين عليه، كل حاجه فيها بروتين.
طيب بطلنا طارق، انا عايزه اسالك سؤال. اتفضل. ايه الاكل اللي انت نفسك فيها او نفسك تدوق طعمها من الاكل اللي ممنوع عليك طبعا؟ الممنوع عليا اكيد بس نفسك ريحه الاكل عايز تاكلها او تعرف طعمها ايه. طعمها، وانا امنيه حياتي كنت عايزه اكل فول. فول. فول وطعميه. فول وطعميه. مم. فالفول والطعميه ممنوعين عليه، ما ينفعش ياخد حتى جرامات بسيطه؟ لا طبعا. هو في اكل معين ما ينفعش اصلا يدوقه؟ كل البروتين، بصي كل الاكل بتاعنا في ماده اسمها ماده الفينايل الانين، دي ماده سامه اللي هي بتضر طارق، دي بتطلع على المخ على طول. المفروض ان الانسان الطبيعي بيبقى عنده الانزيم ده موجود في الكبد، بيكسر الماده دي ويدي الجسم احتياجه منها. بس طارق والاطفال اللي زيه مش موجود عندهم الانزيم خالص، فبالتالي لو كل اي حاجه فيها نسبه الفينايل دي عاليه بتتعبهم، بتطلع على المخ تدمر المخ. فبنمنع الاكل كله. في حاجات بس اللي بناخد منها نسب بسيطه، يعني زي الرز لينا كميه معينه لسه كنت هسالك ايه البدائل. بصي هو الرز لينا كميه معينه، يعني بتتحسب، الدكتور بتاع الوحده اللي احنا بنصرف منه بيحسبها لنا بنسبه السن والوزن. تمام. يبقى ليه مقدار معين هو ده اللي ياكله في اليوم. البطاطس نفس النظام، بطاطسايه بحجم البيضه. يعني طارق ياكل قد ايه من الرز والبطاطس؟ يعني طارق له مثلا 5-6 معالق رز مطبوخين تعيريهم كده بالظبط. البطاطس بطاطسايه بحجم البيضه بس، اكتر من كده لا. طب لو كل اكتر مدام حنان ايه اللي ممكن يحصل؟ اكل اكتر بقى بتختلف من طفل لطفل، من حاله لحاله، مش كلنا زي بعض. يعني نسبه المرض مش كلها زي بعضها؟ مش كلها زي بعضها، مش درجات. كل رخر. احنا لما بنقول ام تشتكي من حاجه ما نقدرش احنا نفيدها. ليه؟ لان بتختلف من حاله لحاله، لازم الدكتور هو اللي يقول لها ايه. يعني انا عندي طارق لو كل اي حاجه مخالفه على طول في خلال ساعتين تبصي تلاقي صداع، يخبط راسه دي في الحيطه، يقعد الحمام يرجع يا عيني، لما خلاص نقعد في الوضع اللي احنا فيه ده بالظبط يومين. في الثالث لما نمنع خالص بقى خالص اي حاجه، تفضل النسبه تنزل ويبتدي ان هو يهدى ويبقى عصبي. في ولاد تانيين بيتحسسوا جدا، ممكن في لحظه تلاقيه تشنجات. تمام. يعني بتختلف من طفل لطفل. طيب لما بتتعزمي بتضطري تاخدي اكل طارق معاكي اكيد؟ ده اي سفريه، انا طبعا من محافظه تانية غير اللي انا قاعده فيها، لما باجي اروح عند اهلي او رايحه معزومه عند حتى في بيت العيله لازم اكلي معايا، لازم معايا كده شنطتي دي ملازماني. اكل طارق متوفر؟ والله لا مش متوفر. مش متوفر. طب انا عايزه اعرف طارق بياكل ايه الاكل اللي بياكله طارق المفروض ياكله، او مرضى البي المفروض ياكله؟ يعني المريض البي كيو اول حاجه لازم العيش، ده اساسي. لازم ياكل عيش؟ ما هو لا مش لازم. هو طفل دلوقتي طلع، ما انتوا بتبتدي تاكليه هتاكل ايه؟ مش في اكلات لازم بالعيش؟ طيب هو ملهوش الدقيق بتاعنا. العيش بتاعنا ملهوش العيش بتاعنا طبعا، لان القمح بروتين عالي. ملوش العيش بتاعنا؟ ملوش العيش بتاعنا. امال انت بتعملي له عيش ايه؟ كنت الاول بنستورد الدقيق بتاعه من بره، ده عشان احنا مثلا كنا مقتدرين ماديا. كنت بتستورديه من بره مصر؟ من بره مصر. تمام. كان النص كيلو مبلغ كبير. ده دقيق؟ دقيق كده بيتباع. دقيق ايه نوع ايه؟ عباره عن نشا وعليه خلطات كيميائيه بحيث ان هو يديني خلطه دقيق. ده مش موجود هنا في مصر؟ لا ما كانش موجود. من 15 سنه من عمر طارق ما كانش موجود. لكن دلوقتي الحمد لله الوزاره بعد ما احنا عددنا كبر قوي وبقينا نناشد الدوله، فالحمد لله الوزاره وفرته ان احنا بقى يتصرف مع الالبان الخاصه بتاعتهم، لان طبعا عشان ما بياكلوش الاكل ده فلازم ليهم بديل يعوض النقص عشان جسمهم يتبني. فليهم البان خاصه بيبتدوها مع البيبيهات لحد بتختلف من عمر العمر، يعني في من عمر يوم لحد 2 ليهم نوع معين، من 2 ل8 نوع تاني، من 8 لحد فيما فوق ليهم نوع ثالث. طيب هل الكميه اللي هما بيصرفوها لك بتكفي طارق طول الشهر؟ لا ما بتكفيش. هي دي المشكله، ان احنا بنناشد الدوله ان احنا المفروض كل واحد طبعا من ضمن صوتنا لصوتك ان طبعا يحاولوا يزودوا الكميه، الحصه بتاعتهم، الحصه لكل مرضى البي كيو. طب بتعملي ايه؟ الحمد لله دلوقتي في دكتور هنا مصري اخترع الدقيق دوت، وبقى ينتج لهم بعض المنتجات الخاصه بيهم، دقيق وكيك وجيلي وحاجات ما كانتش متوفره خالص.
دي طب ده بقت في متناول الجميع ولا يعني سعره؟ لا سعره متهاود يعني سعره. متناول، بس مش كل الناس بتقدر تقدر تجيب. تجيبها. وخصوصا انا بتكلم عن طفل واحد، في معانا حالات معاها 2 و3 و4 بكيو، وغير السلام اللي عنده. طب بالله عليك هيكفيهم ازاي؟ ما ينفعش. احنا هو بصي الرئيس ما شاء الله عليه يعني بصراحه مهتم بينا قوي، مهتم بذوات الهمم قوي، يعني عمال الحمد لله. ما شاء الحمد الله لله، عليه الحمد لله. اليومين دول مهتم بيهم جدا. بنوجه طبعا وعمل لهم لسياده الرئيس كل التحيه وكل الشكر. والله شكرا فعلا. عامل مبادرات حلوه قوي ليهم جدا جدا جدا. حتى هو لسه من شهر بالظبط كده دخل حوالي 19 مرض من الامراض الوراثيه، دخلهم تحت منظومه ان هم يتحللوا من عينات الكعب وياخدوا العلاج بتاعهم ويوفره لهم. فاحنا بنناشده ان المرض بتاعنا كمان يا ريت احنا الحمد لله هم موفرين لنا الالبان بتاعتهم، الحمد لله. يزود لنا بس حصه الدقيق. في برضو ليهم مكرونات وليهم منتجات خاصة، دي بتتوزع في أكترية الدول زي الألبان مع اللبن بتاعهم بتتوزع. هي حضرتك حصة الدقيق اللي بتاخدوها قد ايه من حنان؟ هم عاملين دلوقتي كل 8 علب دقيق، كل 8 علب لبن بياخدوا عليهم علبة دقيق، العلبة دي نص كيلو. نص كيلو فما بتقضيش. فما تكفيش طبعا. النص كيلو يعني بيعمل كام رغيف يا مدام حنان؟ النص كيلو يعمل حوالي 10 ترغيفه صغننين كده صغيرين. لا ما يكفوش طبعا طول الشهر. وخصوصا ان احنا بنركز قوي على العيش ده عشان يملى بطنهم اكل، ما يحتاجوش ما يدورش ياكل رز، ما يدورش ياكل فبتكتري من العيش عشان يقلل في الرز ويقلل في الحاجات التانية المضره بالنسبه له. وبعدين كل المنتجات بتاعتهم اللي انا بصنعها بدائل لازم يخش فيها الدقيق بتاعهم عشان هو اللي بيمسك ويربط معايا الحاجه اللي انا هطلعها. فطبعا ما يعملش معايا حاجه النص كيلو او الكيلو اللي انا هاخده. فاحنا عايزين بنناشد بس ان هم يعملوا كل سن يعرفوا احتياجه ايه بالظبط، فيدوا له الشهري قد ايه، يدوا الكميه اللي هو محتاجها، الكميه اللي هو محتاجها، بحيث ان انا ما اشتريش. ايوه، لان بصي الاكل غالي، فعشان يعني انا عشان اصنع صنف من الاصناف داخل فيه كذا حاجه مكلفه. طب انا كأم يعني متعلمه داركه عارفه اعمل وممكن اقدر اوفر له، في ام لا صح، وام تقوم بمسؤوليه طفل غير لما يبقى معايا 2 و3 و4. بما ان حضرتك اتكلمتي على الاسعار، احنا كمان سجلنا مع والد طارق هو يكلمنا اكتر على الاسعار. تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده. بقيت ابيع كل اللي ما املك عشان اصرف عليه، علشان اشوفه ابني احسن مني. ما يشربش ميه من الحنفيه، لو شرب ميه من الحنفيه نجري بيه على المستشفى. مدحت محمود عوض الله، والد الطفل طارق مدحت، مريض بكيو. اكتشفنا حالة طارق بعد 7 شهور بدأ يفقد حواسه، السمع والبصر والحركة، وبقى بكاء مستمر. ورحنا للدكتور، وبعد ما تحاليل وإشاعات وفحوصات كبيرة عرفنا إنه مرضه اسمه بكيو. البكيو ده هو مرض حضرتك وراثي، بس مش مرتبط بالزواج الأقارب، لأن أنا زوجتي بنت عمتي، بس لقينا في معانا حالات ملهاش علاقة ما يعرفوش بعض. المعاناة مع المرض هي مكلف جدا، بيحتاج أكل غالي بديل للأكل النباتي للحيواني، لأنه كل أكله نباتي، بيحتاج مشروم، بيحتاج خضروات اللي هي الغالية، بيحتاج أكل خالي من البروتين. الدقيق بتاعه غالي، والحمد لله في ربنا وفقنا، وفي دكتور هنا في مصر بدأ يصنع الدقيق ده تبع وزارة الصحة، والحمد لله. المواقف الصعبة إن إحنا لما في بداية حياته كان طبعا الأكل بيجي ياكل، نيجي ناكل هو يبص لنا، فطبعا الأب مننا بيقطع اللقمة من بقه ويديها لابنه، بس أنا لو اديتها له هو هيتضر.
بقيت ابيع كل اللي ما املك عشان اصرف عليه، علشان اشوفه ابني احسن مني. مش عارف يعني الاكل اللي هدوله هيضره، ما يشربش ميه من الحنفيه، لو شرب ميه من الحنفيه نجري بيه على المستشفى. البطل في قصه حياه طارق هي ام طارق. ام طارق سخرت حياتها لاكل البيكيو، مش لطارق بس، تبتكر في الاكل كله وتعمل كل الاصناف. عشتوا مواقف صعبة كتير مع طارق يا ام طارق، احكي لي ايه اكتر المواقف الصعبة اللي مرت معاكي مع طارق ما تقدريش تنسيها؟ اكبر موقف لما نكون معزومين عند حد ويحطوا الاكل، فعندنا في العائلات الارياف طبعا بيروحوا قاعدين الولاد مع بعضهم والكبار مع بعضهم. لما يقعد ابنك تبصي تلاقيه قاعد اتلم بقى في وسط الولاد قاعدين، ومره واحده تلاقيه راح قايم وجاي لك اكل ايه يا ماما؟ فطبعا الولاد بيقعدوا يبصوا له، ايه ما بيقعدش معاهم ليه؟ تخيلي بقى هو يا عيني مش عارف يقول لهم ايه، وانتي مش عارفه تفهميهم ايه. انا هقعد اشرح ويكون انه يقوم من وسط الولاد ويجيلك، صعبه قوي انه مش عارف يتاقلم مع الولاد وياكل زيهم، وخصوصا بقى بيبقى مثلا لحمه فراخ مش عارفه ايه، فبيبقى يبص نظرته نفسها جدا. نظرته نفسها وهو بيبص لك، يعني اعمل ايه يا ماما؟ بتبقى صعبه جدا على الام ان انا مش عارفه اعمل له حاجه، او ان هو اتحرك في وسط الولاد ان هو مش هياكل زيهم. سمعت ان طارق كان عايز ينتحر في مره يعني ايه، بصي ما دي برضو اللي انا تجربه مرت عليا، دلوقتي بنصح بيها للامهات ان لازم الام يكون عندها وعي تفهم الطفل اللي عندها بنت او ولد، اول ما يبتدوا يكلموها تديهم مفهوم حلو للبكيو. انا ما كنتش فاهمه الوضع ده زمان، مرض لسه جديد عليكي، مش عارفه تتعاملي معاه. ايوه، فجه في مره بيقول لي انا ممنوع من ليه يا ماما مش باكل اكل زيكم، انا عايز اكل، انا بحب ده، انا عايزه ادوق الفراخ، انا عايزه ادوق اللحمه. قلت له يا حبيبي الله يكون في عونك طبعا. قلت له يا حبيبي انت بس دي انت لو كلت الحاجات دي هتتعب، فمعلش انت محروم منها دلوقتي، بس بكره لما نروح عند ربنا هناكل كل الاكل ده وهتاكل كل اللي نفسك فيه، كل اللي انت عايزه. فقال لي يعني انا لو رحت عند ربنا هاكل الاكل ده؟ قلت له انا مش مدركه انه هو تفكيره طبعا كطفل. راح لقيته في يوم بنده عليه ما بيردش، المهم جريت لقيته واقف على الشباك عايز يرمي نفسه، فبقول له انت بتعمل ايه؟ وشدته. قال لي انا عايز احدف نفسي عشان اموت، انا عايز اكل، فهطلع عند ربنا، مش انت قلتي لي لما نروح عند ربنا هناكل كل حاجه؟ فانا رايح عشان اكل كل حاجه. قلت له هو انت مفكر لما تموت نفسك انت كده ربنا هيدخلك الجنه؟ انت مش هتخش الجنه، ده انت هتخش النار، فمش هتاكل حاجه. انت هتاكل. انا بقول لك كده ان انت لما تصبر وتقول الحمد لله وتعيش حياتك مؤمن وراضي باللي ربنا قسمه، فانت بعد كده ربنا هيكافئك انك يدخلك الجنه فهتاكل. لكن انت لما تحدف نفسك من الشباك هتموت كافر، فمش مش هتخش الجنه. وقعدت افهمه واحده واحده. التجربه دي كانت قاسيه قوي، لما بقول لك لقيت ابني على الشباك كمفهوم طفل. من ساعتها بقيت كل حاجه انا تمر عليا واستفيد منها لازم اقولها للامهات اللي لسه طالعين جداد، لازم تديهم توعيه كامله. لازم اديهم توعيه كامله. بقيت فانا مش عارفه اوصل ليهم. ايوه، انا مشكلتي ان انا مش عارفه اوصل لكل الامهات. بقيت رحت عامله قناه على اليوتيوب، والله مش انا اللي عملتها، حتى ممتاز. ام من الامهات بتقول لي يا ام ممتاز. طارق انت لازم تعملي توصلي لنا ده. قلت لهم طب انا مش عارفه اوصل لكم. قالوا لي طب ما نعمل لك قناه على اليوتيوب. الام دي هي اللي عملتها لي بصراحه، خدت مني البيانات وعملتها لي وبقيت انزل عليها الفيديوهات الاكل عشان اعلمهم. هنتكلم عن المبادره دي بعد الفاصل، بس خليني ارجع لبطلنا طارق. طبعا انت كبرت وسمعت ان انت بقيت بطل بتلعب رياضه. قول لي الاول انت في سنه كام وايه الرياضه اللي انت بتلعبها؟ بسم الله، انا داخل تاني اعدادي ان شاء الله، والرياضه اللي انا بلعبها اسمها تايكوندو. شاطر فيها الحمد لله. يعني انت دلوقتي صحتك تمام؟ طيب لما بتيجي بقى رايح التدريب بتاكل ايه وبتعمل ايه؟ بصي انا
بروح التمرين باخد معايا ازازه ميه تمام. وبلبس لبس التمرين وبروح اتمرن عادي، ولما برجع باكل الاكل اللي ماما بتعمله لي. اللي هو ايه بقى يا طارق؟ احكي لي ايه الاكل اللي ماما بتعمله؟ قولي. بصي يا ماما لما بتعمل لي همبرجر باكله، هي اي حاجه بتعملها لي باكلها. طب ايه اكتر حاجه بتحبها في الاكل اللي ماما بتعمله لك في اكلك؟ في اكلي المكرونه البشاميل. بيموت فيها. المكرونه البشاميل. المكرونه البشاميل مش ممنوع عليك؟ لا طبعا. لا. مش مكرونه بشاميل زي بتاعتنا، مكرونه خاصه. مكرونة انا اللي بصنعها من غيرها. الدقيق. بتصنعيها من الدقيق؟ بصنعها لان مش عارفه اشتري المخصوصه بتاعتهم، في زيها زي بتاعتنا بالظبط. طب بتعملي ايه في الالبان؟ الالبان انهي؟ يعني اللي بتحطيها على المكرونه؟ اللي بعمل منها البشاميل. البشاميل. لا لقينا احنا مش عايزين نضحك على طارق، اكيد بنعمل له المكرونه لازم نحط له عليها بشاميل. لا مش هينفع نضحك عليك. بعمل له بصي البشاميل في عندنا بديلين 2، يا اما لبن جوز الهند بناخد منه تلت الكوبايه وازودها ميه، دي بقت كوبايه لبن واعمل منه البشاميل. في غيره حاجه اسمها الكريمر او اللي هو مبيض القهوه، ده برضو بناخد منه معلقه على كوبايه ميه، دي بقت كوبايه لبن. دي البدايل بتاعتنا من اللبن. وبعمل بشاميل بالدقيق بتاعه واعملها له واظبطها له. كل طاجن المكرونه ده متصنع من الالف للياء، يعني المكرونه بصنعها يدوي من الدقيق، وارجع تاني اعمل البشاميل برضو بالطريقه بتاعتهم. الحشوه نفسها اللي جوه برضو ما هي مش لحمه، بجيب برضو المشروم بكميات معينه محسوبه وبتبلها، بشوحها مع البصل والفلفل الالوان واديها بهارات طبعا عشان تديني النكهه بتاعه اللحمه، واحشيها من جوه بحيث ان انا اديله طبق مكرونه. لان انا دلوقتي مظبطه طارق ان احنا زي ما انا باكل انا وبابا الاكل اللي محطوط على الترابيزه، زي ما انا باكل مكرونه بشاميل هو بياكل مكرونه بشاميل. واضح ان انت ما شاء الله عليكي شاطره. الحمد لله. وهنتكلم بعد الفاصل على بقيه وصفه البشاميل ان شاء الله. بقيت ابيع كل اللي املك عشان اصرف عليه. اصعب موقف انك يشم ريحه اللحمه وهي بتتعمل في البيت وينطقها باسمه، انت مش قادره تديله حته. لدرجه الدكتوره كنت بفكر في مره ان انا اديله اي حاجه، قالت لي انت بتديله سم. ما يشربش ميه من الحنفيه، لو شرب ميه من الحنفيه نجري بقى على المستشفى. في حاجات كتيره بعيده عن الناس قوي. هو مرض حضرتك وراثي بس مش مرتبط بالزواج الاقارب. خايف عليهم من بكره وخايف عليهم من بعده. مريض البي حياته ماشيه بالجرامات، بالوحدات، اسمها بالوحده. برحب بيكم مره تانية وبرحب بضيوفنا طارق ومدام حنان. وليه بقى مدام حنان؟ انا سمعت ان حضرتك ما ساعدتيش طارق بس، انت كمان ساعدتي مرضى كتير من البي. ايه المبادره اللي انت عملتيها؟ المبادره اللي انا عملتها ان انا حسيت بمعاناه كل الامهات اللي زيي، وعرفت ان انا عشان انا بقالي فتره يعني 15 سنه، فانا عندي حاله واحده، في معاه 2 ومعاه 3 ومعاه 4، وعارفه ان دلوقتي ظروف بعض الاهالي معاهم 2 و3 و4 ما بيبقوش عارفين الحاله فبيقرروا غلط مع طفل و2 و3. وفي الارياف طبعا يقول لك ايه، طب المره دي هجيب سليم، طب المره دي هجيب سليم، وبالتالي بيجيب 4 ورا بعض. ارياف. والجهل وعدم معرفه المرض بتاعنا. برضو هستغل حضرتكم ان احنا نناشد وزاره الصحه ان هي تعمل توعيه ان في امراض وراثيه بتنتج من جواز انا القرايب. لسه كنت هسال حضرتك، هو ده مرض البي هو مرض بيبقى ناتج عن الجواز الاقارب؟ في الاغلبيه لكن معانا حالات لا يمت البعض باي صله ولا قرابه، ورغم كده جايبين حالات 2 و3. بس هو الاغلبيه وراثي. فبالتالي احنا بننصح، يعني انت جبت حاله او 2،
اعرف ان انت خلاص بقى عندك نسبه 25% ان هتجيب بعد يعني كده جينات معينه بتسبب المرض دوت عند الطفل من الام. بيبقى في جين متنحي عند الاب وجين متنحي عند الام. عند الام. فبالتالي بيتلقوا بقى في اي جيل من الاجيال بعد مع بعض، ممكن في الجيل الاول في الثاني في الثالث، ويجيبوا طفل بكيو. طيب هو ملوش علاج يا مدام حنان؟ اللي اتولد بمرض البكيو بيفضل بيه طول عمره؟ بيفضل بيه طول عمره. هو بياخد علاج الاول؟ يعني ما انا بقول لحضرتك الالبان اللي بياخدوها دي لا غير الاكل وغير نظام الاكل، هو في علاج معين بيفضل ماشي عليه؟ الالبان الخاصه بتاعتهم. لا غير الالبان، علاج حبوب معينه، دواء، شرب؟ لا مفيش. هو هو النظام الغذائي بس فقط؟ لا النظام الغذائي والالبان الخاصه بيهم. والالبان الخاصه ليه الالبان الخاصه؟ هو اتمنع من الاكلات اللي هي بتبني جسمه، فلازم يعوضها. بالظبط. فبيعوضها بايه؟ بالالبان الخاصه دي اللي انا قلت لحضرتك بتختلف من العمر اللي فيما فوق. طيب مفيش ما سمعتيش ان في حد خف من المرض البكيو ولا؟ لا انا متابعه، يعني انا والامهات اللي اكبر مني متابعين جامد بره، والدراسات اللي بتعمل ان في تجارب وفي حاجات، بس لحد دلوقتي ما لقيناش حاجه ان هي تاخديها وخلاص. لا مفيش. تمام. قولي لي بقى طارق، غير المكرونه بشاميل ايه الاكل انت انا شايفاكي جايبه اكل، عرفيني ايه الاكل، وعايزاكي تعرفي المشاهدين لو حد عنده مرض بكيو المفروض ياكل ايه؟ يعني ده ايه انت جايبه؟ دي اولا دي كفته. دي كفته نباتيه خالص. دي طبعا عشان الولاد اللي عايزين ياكلوا كفته محمره، عايزين ياكلوا، ما الام بتعمل كفته في العيد، بيشوا لحمه بيشوا كفته. طبعا عملت لهم ديت بحيث ان هم ما يبقاش عندهم. تعرفي يعني انا شدني حاجه الحمد لله، يعني وانتي ما شاء الله عليك حد يعني قاري كتير عن المرض، انتي عامله كل حاجه لطارق، ان هو حبيبي عايز ياكل كفته مشويه هنعمل لك كفته مشويه، عايز تاكل مكرونه بشاميل هعمل لك مكرونه بشاميل، رز هنديك رز. قولي لي عامله ايه تاني؟ انا شايفه ده بسكوت، ده الهمبرجر طبعا كل الاطفال اصلا كل الاطفال وولاد اخواته بيجوا بقى مثلا هنتعشى مع بعض فيجيبوا العيش والساندوتش الحاجه السريعه بالظبط كده. فطبعا هو مش هيبص لهم. عملت له بديل الهمبرجر بحيث ان احنا كلنا زي بعض. دول ده همبرجر وده الهمبرجر بتاعه، والكاتشب والمايونيز والخس. بصي كانه زي يا ماما مروقاكم ومظبطاك. والكريب دلوقتي منتشر في المحلات وكله. عملت له برده الكريب ويحشي له زي بتاع الطبيعي خالص، مفيش اي اختلاف. انا مخليه طارق الحمد لله ما فيش اي اختلاف عن اخواته اللي موجودين في البيت الحمد لله. شايفه ده بسكوت كمان، وده بسكوت كمان هش جدا وريحه وطعم، كل اللي داقه مش متخيل ان ده مصنوع من حاجتهم. يعني كمان هي ماما عامله لك بسكوت كمان عشان العيد؟ طبعا ماما مش مقصره في حاجه. العيد كحك وبسكوت وبتفور وغريب، كل ما شاء الله ماما مدلعاك على فكره يا طارق. ورمضان السمبوسك محشي فيه بالجبنه وفي زينا بالبديل اللحمه. في كوكي دبابيس الفراخ. طبعا عندي برضو احفادي الصغيرين بيبقوا عايزين الكوكي دي يا تيتا. طبعا طارق هيبص لهم. عملت له برضو بديل الكوكي دبابيس الفراخ، دي نباتيه خالص ما شاء الله، والريحه والطعم، وياكلها زيه زي اللي موجودين في البيت، مفيش اي اختلاف. برضو في احنا من عاده الامهات اكتريه المصري، البيت المصري مكرونه وجنبها مثلا البانيه فراخ. قولي لي بقى مدام حنان، الاكل ده انت بتبيعيه وبتوفري للاسر مرض البكيو؟ هي بصي انا اول ما بدات ان انا اعمل صدقه جاريه على ولادي الله يرحمهم، فبدات ان انا اعمل واوزع مجاني. ولادك انت عندك اولاد توفوا كانوا؟ من حوالي 4 سنين عملت حادث فماتت بنت مش وولد. مرض البكيو؟ لا سلام، البقاء لله ونعم بالله. وشفت رؤيه وانا مصابه ان انا عندي ولاد كتير عمالين يمسكوا فيا ويقولوا لي عايزين ناكل، فانا مش عارفه مين الولاد دولت. اتكررت معايا كتير لحد ما سالت قال لي فانا بقول لهم في الرؤيه الاكل ده مش بتاعكم، يعني انا بعمل اكل والولاد بيقولوا لي عايزين ناكل، فانا بقول لهم الاكل ده مش بتاعكم. لما فسروها لي قالوا لي ده دول الاطفال البكيو. فقلت ندرت ان انا لو قمت تاني على رجليا ان انا هتبنى طارق وولادي البكيو، هسخر حياتي لدول، لان مبقاش عندي حد، يعني ولادي 2 راحوا و2 متجوزين ومعيش غير طارق. فطلبتها من ربنا ان انا هعمل حياتي لطارق والبكيو. فعلا بقيت اعمل اكلات واودي المحافظات النائيه اللي كان بيساعدني كده الدكاتره، اقول لهم انا عامله اكل وعايزه اخرجه لله، فكانوا هم بنفسهم يا يجوا ياخدوه يا يبعتوا لي حد ياخدوه. كنت عامله مبادره كبيره مع الدكاتره؟
اه اه هي كانت صغنونه. اه الدكاتره ساعدوني لما لاقوني كده، قالوا لي طب احنا معاكي، ما شاء الله. بقوا ايه يساعدوني. انت اللي اقترحتي على الدكاتره انك تعملي مبادره، ما شاء الله عليكي. الحمد لله والله. الحمد لله. هم لا عارفه كل شخص يلمس المرض بتاعنا ده ايوه تلاقيه يتاثر ويقول لك انا متعاون. اكيد 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 طبعا. فاكتر الناس اللي متاثرين معانا الدكاتره، لان احنا الدكاترة. عندهم يوميا. اكيد. فقالوا لي ايه طب احنا هنشارك معاكي يا ام طارق. ماشي، بقينا ايه اكبر شويه. فبرضو المشروع ده عشان تساعدي الناس كلها محتاج. فبقينا ايه قلت لهم طب ايه رايكم احنا نعمل القادر يشتريه بسعر التكلفه. لسه كنت هقول لك، قولي لي يا مدام حنين، الاسره اللي عندها مريض البي كيو محتاجه قد ايه في الشهر عشان تاكله اكل مناسب؟ يعني في حدود قد مبلغ إيه؟ كبير، يعني ممكن 1500 2000 على حسب السن. على حسب السن. على حسب السن، ما انت بيبي صغير مش هيبقى زي كبير زي كده. يعني سن طارق دلوقتي ما شاء الله لا بياكل. ما شاء وانت الله. لازم توفري فواكه، لازم توفري خضار، لازم توفري الاكل ده كمان. 1500 جنيه بس اكل في الشهر؟ ده انا بقول لك دي حاجات بسيطه، يعني بتختلف من عمر لعمر. يعني ممكن يوصل 2000 3. توصل. آه. لان ما شاء الله انت عايزه لان كل ما بيكبر فيه احتياجات اكتر. وخصوصا غذائيه. انت عايزه جسمه يفضل سليم محتفظ، ما تحصلوش نكسه. فلازم اوفر كميه مناسبه من الفواكه الصبح. هو لا قدر الله لو انت قللتي في الكميه او اهملتي في الكميه، او محدش يقدر ان هو يصرف على ابنه او مريض البي كيو، فممكن يحصل له نكسه. طبعا انا معانا حالات امهات بلاقيهم طبعا ظروفهم الماديه وحشه جدا، فبتعمل ايه يتاكلوا الاكل العادي بقى، ما خلاص ما انا هعمل ايه. فالولد يخش تخلف عقلي وصرع وحاجات وتشنجات وحاجات صعبه. وفي اللي ماشيه على قدها ومش قادره وبيجوع، بيجي له لين عظام ويجيبوا امراض في ضمور في العضلات، بيبقى حالتهم اصعب طبعا. فلازم عشان تخلي الطفل يطلع سليم ويبقى بني ادم ناجح وعامل في المجتمع، لازم تظبطيه. فمش كل الناس احنا بنوجه دعوه للدوله وللمجتمع ان لازم اهتمام يزيد بمرضى البي كيو. يا ريت كله يعرف. لازم الاول نعمل لهم توعيه يعرفهم يعني ايه مرض بي كيو. في ناس ما يعرفوش يعني ايه مرض بي كيو. بالظبط بالظبط. فلازم التوعيه تيجي من الدوله، زي الاعلانات اللي بينزلوها تنظيم الاسره، حمله مليون صحه. اعملوا حمله تعرفوا يعني ايه مرض بي كيو، تعرفوا الناس ان الطفل ده محتاج اهتمام، محتاج اكل، محتاج توفروا له الحاجه. يعني يا ريت الدوله توفر لنا كميه الدقيق، توفر لنا المكرونات والاكل الخاص اللي بيجي من بره، بحيث ان الطفل، انت عارفه طارق مشكلته لو جبت له كيس مكرونه من بتاع بره دوت، يبقى قاعد جنبه هيخلص امتى يا ماما؟ طب والنبي يا ماما لو خلص هتجيبي لي تاني؟ فدي برضو بتتعبك ان انت، ما هو بياكل وخايف انه يخلص ان مش هيلاقيه تاني. طب ليه احنا نعيش كده؟ الريس ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، عمال يعمل لنا كل حاجه. طب يا ريت يا ريس بس تهتم بالفئه دي معينه. هو اكيد ما يعرفهاش الريس، اكيد مش يعني ما وصلتلوش. لا، وانا ان شاء الله بوعدك ان الريس اول ما يعرف على مرض البي كيو او يسمع بالموضوع اكيد هيدعمكم، لان الريس عمره ما بيتاخر على حد ابدا. ما هو ده اللي شجعني ان انا اتكلم والله، لان انا شايفاه هو من غير ما احنا يعرفنا، من غير ما احنا بالظبط عمال يا عيني يدخل، بقول لك دخل 19 مرض ان هم يتعالجوا ويخشوا في النظام. بنتمنى ان الريس يدخل كمان مرض البي كيو. يا ريت يا ريس تسمعنا، ان احنا بنناشدك لان انت قلبك كبير علينا طبعا وشايفينك طبعا. انت ابونا كلنا مهتم فعلا. يعني مش هنقول دي مش مجامله، انا مش بجامله، انا ما اعرفوش يعني مفيش صله ولا حاجه، ويا عالم هيشوفني ولا مش هيشوفني، بس انت واحده من اولاده وهو ما بيتاخرش. هو الريس ما بيتاخرش على حد ابدا، يعني عمال يعمر البيوت للناس، عمال يوصل الميه، عمال يعمل الطرق صراحه. بالظبط. لا بيعمل الريس ما شاء الله مجهودات عظيمه. يا ريت يا ريس. جمهوريه جديده. ايوه فعلا جمهوريه جديده. احنا بقى يا ريس ضمنا من الجمهوريه الجديده ان شاء الله، نوفر لهم اكلهم، ان شاء الله ان هم ياكلوا. الريس يسمعك والمسؤولين يسمعوك يا رب يا رب. طيب عايزه اسالك يا مدام حنين، هي في ممكن ما تعرفش ان ابنها مريض بالبي كيو ويجي له تاخر ذهني؟ اغلبيه الحالات بتتشخص على انه ضمور في المخ. ضمور في المخ. يعني اغلبيه الحالات ضاعت في الاول خالص، ده قبل 2015. قبل 2015 كان اغلبيه الحالات بتتشخص على انه ضمور في المخ وياخد علاج وطبعا بياكل الاكل العادي. فطبعا الحالات ده بتتدهور وبتسيء. لكن من 2015
لما الرئيس او وزاره الصحه من 2015 عملوا نظام اللي هي العينه من الكعب بياخدوا فيها تحليل الامراض الوراثيه يعني دي. دلوقتي خلاص دلوقتي في تحليل معين بيتعمل للطفل. العينه اللي بتاخد من الكعب دي العينه بياخدوها خلال من بعد 3 ايام من الولاده، بحيث ان يكون الطفل رضع من الام ولو عنده المرض بيظهر عليه على طول، فبتبان في عينه الكعب دي. فبياخدوا يعني التحليل ده بيتعمل للطفل بعد ما دلوقتي من 2015 بيتعمل كويس جدا. فدلوقتي وحاجه كمان جميله يعني ما شاء الله عليهم الوزاره، يعني المرض بقى يتعرف وتعرف مبكر. وبيتبنوا الطفل لمده سنه. احنا على ايامنا ما كانش فيه الكلام ده، ما كان شاء كل الله. حاجه على حسابنا، ما شاء الله. التحاليل كانت غاليه جدا. لا دلوقتي بيتبنوا الطفل من بقول لك بياخدوا العينه من بعد 3 ايام، اكتشفوا ان هو بكيو، بيروحوا متصلين على طول على الاهل، تعالوا انتوا الطفل ده مريض كذا ونظامه كذا، ويفهموهم ويتبنوه لمده سنه. التحاليل والحاجه بتاعته كلها على حساب الدوله، ما بيدفعوش حاجه. من بعد السنه بيروحوا محولينهم لاقرب مركز تابعين ليه يصرفوا الالبان بتاعتهم. طيب خلال تجربتك هل الاب بيتعاون مع الام في تحمل المسؤوليه او دعم الاطفال دول؟ يعني الاب بيبقى عليه عامل فبيتحمل دوت، ولا في ابهات ملهاش دعوه كله على الام؟ والله انا بصي السؤال ده انا كنت محتاجاه قوي. لا قولي لي. في ابهات متعاونين وتلاقيهم اكتر، بقابلهم انا هم اللي بيروحوا وبيجوا يقول لك لا الست كفايه عليها بتعمل الاكل في البيت وكفايه بايه بتراعي الولاد التانيين، انا لازم اساعدها. بشجع الراجل ده قوي لانه هو حاسس بالمسؤوليه اللي عليه طبعا، ونعم الرجل ده طبعا. من ضمنهم ابو طارق بصراحه ما شاء الله عليه، شاء الله. يعني ما بيتاخرش في اي حاجه تخص طارق، ما شاء الله. احنا شفنا في التقرير ان هو حاسس جدا بالمسؤوليه وبكل كلمه بيقولها. وفي ابهات كتير كده قابلوني كده نفس الوضع كده، لكن في ابهات تانيين وانا بستغل مكاني دوت ان انا اناشدهم. انتوا ليه في ازواج يقولوا للست انت الست بطنك ما بتجيبش غير عيال عيانه، ويروح سايبها ويروح يتجوز واحده تانية على ان هيجيب عيال سليمه، ويهملها خالص ويسيبها، ممكن يسيب لها البلد كمان عشان ما تقدرش توصل له ان ترفع عليه قضيه تاخد نفقه ولادها. مع الاسف مع الاسف. طب الام دي تعمل ايه؟ انا عشان بيعتبروني قابلت حالات كتير كده طبعا، كتير بييجوا مني يعني بييجوا يقعدوا معايا وبيكلموا بيعتبروني امهم، يعني في بيعتبروني امهم وفي بيعتبروني. اكتر حاله قابلتك ومش قادره تنسيها؟ هي معاها حالتين، ولد عنده حوالي 20 سنه ده طبعا ما كانش مش ملحوق، وبنت عندها حوالي 12 سنه دي اللي اكتشفتها وعن طريقها عرفت الولد الكبير. وفي بوسطهم بنت سليمه. الاب جه بعد الفتره دي، يا بنت عرفت ان عندك 2 كده، خلاص بقى ما تجيبش عيال تاني. لا صمم ان هي تجيب ولاد تاني عشان تجيب حد سليم. حملت، اكتشفت ان اللي في بطنها مريض، فراحت الدكاتره قالوا لها ينصحوها انها تنزله، بدل ما انت شايفه عندك 2 فهتجيبي تاني، فراحوا نصحوها انها فراحت الام منزلاه. الاب عمل عليها ثوره، وانت كده ما بتجيبيش غير عيال عيانه، وراح طفشان وسايبها وراح اتجوز ومشي وسابها، وهي ام في بلد ارياف، اهلها بساط جدا وهي ما تعرفش تعمل حاجه، سابها لقت نفسها وحيده. ده الراجل اللي بيكتب في البطاقه انه راجل. ايوه سابها ب2 ذكر يعني مع ذكر مش راجل. مش راجل، ذكر. سابها ب2 مرضى وواحده سليمه. طب تصرف عليهم ازاي وهي لا بتشتغل ولا معاها شهاده ولا اي حاجه؟ دي اللي جات لي يا عيني وهي يعني بتعتبرني زي مامتها كده، وقعدت تعيط. دي صعبت عليها قوي. طب ايه انت فين يا عم؟ طبعا. هو انت مش عارف ان الطفل اللي بيجي ده بيجي منك ومنها؟ ودول يعني مرض البي كيو بيبقوا محتاجين رعايه خاصه، يعني محتاج الام تبقى جنبهم، لان ممكن الولد ياكل حاجه او البنت تاكل حاجه من غير ما الام تعرف. وبعدين انت مسؤوليتك ايه كزوج؟ هو ربنا قال انثى وذكر، انتوا الاثنين هتفتحوا بيت اسره، ترمي ولادك. قولي لي يا مدام حنان، ايه الرساله اللي بتحبي توجهيها للمجتمع والمرضى البي كيو؟ احب اوجه لهم لكل زوج لازم تعرف ان الطفل اللي بيجي لك ده من ذوات الهمم، ان ده مش مسؤوليه الام بس، ده مسؤوليتك انت وهي، انتوا الاثنين مشاركين فيه. يعني مش هي اللي بتجيبه بس عيانه، لا انت الطفل ده بيجي نتيجه منك ومنها، فلو جه عيان فمنكم انتوا الاثنين. فما ترميش المسؤوليه على الام وتسيبها وتقول لها انت المسؤوله، لا هي مش مسؤوله. لازم يكون عندك وعي، وقبل من ده كله لازم يكون عندك ايمان ان حتى لا يا سيدي
ان دي محنه من ربنا، ابتلاء من ربنا، مش ابتلاء كمان، دي يعني ايه، تجربه من ربنا عشان يختبرك انت هترضى ولا لا. فلازم ترضى باللي قسمه ربنا. يمكن ما تعرفش انت الولد ده جاي لك ليه. صح. انا عن تجربتي كأم عايشت يعني محنه صعبه بفقد ولادي وابتلائي ومجيب طارق ليا. عرفت ان كل حاجه بتحصل للبني ادم له حكمه. طبعا. ربنا بيديك الطفل ده لحكمه انت مش هتعرفها بالتأكيد. الا على الوقت بالتأكيد. البعيد. يعني انا قعدت اقول لما حصلت الحادثه بتاعتي وكنت مصابه، اقول يا ربي طب انت خدت 2 مني سلام وسبت لي العيان ليه؟ طب قول لي حكمتك ايه؟ ما انا هتجنن. اكيد ربنا ليه حكمه في كده، حكمة. واكيد بيختبرك، اكيد انا عرفتها وكله في ميزان حسناتك. الحمد لله. عرفت ان الحمد طارق لله. ده سبب حياتي. الحمد لله. ربنا يخليك. طارق، طارق قول لي، عايز تقول حاجه لماما قبل ما نختم الحلقه؟ احب اقول لماما ربنا يخليها لي يا رب. يا رب. انتوا شرفتونا ونورتونا ونورتنا يا طارق، ونشوفك بطل عظيم ومعاك ميداليات كبيره جدا 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 وكتيره جدا جدا. شرفتيني يا مدام حنان. الله يخليكي. عايزه كلمه بس اخيره. اتفضلي اتفضلي. بناشد برضو الريس يعني من كرمه علينا بقى، يا ريت الاطفال، هو درج الفئه بتاعتنا اللي هم امراض التمثيل الغذائي، درجها تحت منظومه ان هم ياخدوا معاش. تمام. وعمل لهم كرنيهات الخدمات المتكامله. يا ريت اللي تحت بقى اللي بينفذوا الكلام ده يا ريت الموظفين ينفذوا. يعني مش عشان انا بمتلك بيت ما يصرفليش معاش ابني. أيوة. لا، انت مالكش دعوه، البيت ده انا ورثاه من جده، اروح ابيعه عشان اصرف على ابني؟ ان شاء الله المسؤولين يسمعوا كل طلباتك ويلبوا لك طلباتك ويستجيبوا لك. ربنا يخليك. نورتوني. الله يخليك. لو انت مريض بكيو ارضى، لانه لا يكلف الله نفس الا وسعها، وتاكد ان ربنا بيحطك في اختبار قوي جدا جدا جدا، فلازم تبقى قد الاختبار ده. ولو انت مش مريض بكيو لازم تدعي لهم بالشفاء. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه في حكايه كل باب.